السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا عن الكاشنج، وهنشوف تطبيق عملي ازاي ان احنا نطبق الكاش اسايد باترن، ازاي نقدر نطبقه في الدوت نت. هنشوف ان شاء الله امبلمنتيشن بايدينا. يعني انا هنا في الكود حبيت ان انا اعمل امبلمنتيشن يعني شبه كامل لموضوع الكاشنج، وما استخدمش حاجه جاهزه علشان بس نقدر نتعلم ونشوف احنا ازاي ممكن نطبق حاجه زي دي بايدينا. طيب، اول حاجه انا عندي شكل الابلكيشن بتاعي. ده هو الابلكيشن زي ما قلنا، هو عباره عن ابلكيشن ان انا بضيف فيه عملات. عندي صفحه هنا بضيف فيها العملات، بحدد تاريخ ووقت وبقول العمله ايه هي، وبدي له ريت معين وبدوس كرييت. المفروض ان ده بيترمى في سيكوال لايت داتابيز. هي داتابيز صغيره بس انا حاطط فيها داتا كتير، يعني حوالي 30000 ريكورد او 40000 ريكورد، علشان بس يبان البرفورمانس لما يكون في داتا كتير. الفرق بقى بين ان انا اكويري على الداتابيز وان انا اكويري على الميموري على طول من الكاشنج. عندي هنا صفحه اسمها ويزاوت كاشنج. الصفحه دي بتجيب الداتا من غير اي كاشنج، يعني بتجيبها من الداتابيز على طول. عندي صفحه اسمها لوكال كاش. اللوكال كاش مقصود بيها ان هي بتجيبها من الميموري بتاعه السيرفر او الميموري بتاعه الابلكيشن، يعني متخزنه في ديكشنري جوه الابلكيشن. وعندي الريدس كاش، دي بتجيبها من الريدس داتابيز داتا ستور اللي هي متخزنه جوه الميموري. تعالى كده نشوف شكل الابلكيشن بتاعنا ايه. الداتا بتاعتي دي شكل الداتا اللي بتترمى في الداتابيز. هو بروبرتي الديت، بروبرتي الكرنسي من نوع سترينج، بروبرتي الريت من نوع ديسمال، واي دي. عندي هنا البروجكت كونتكست، دي الداتابيز كونتكست بتاعتي، وزي ما قلت هي في سيكول لايت داتابيز بتترمى على الباص ده. يعني الموضوع بسيط، يعني سيمبل خالص. عندي هنا بقى صفحه اسمها الوزاوت كاشنج، هنشوف ايه اللي حاصل فيها. هنا مجرد ان انا عملت انجكشن للبروجكت كونتكست اللي هي الداتا كونتكست بتاعتي، وبعد كده عامل فاتح ستوب واتش، عامل لها ستارت واند، وحاسب الوقت وحاطه في بروبرتي فوق علشان بس احسب الوقت اللي خدته كلاس دي علشان تقدر ان هي تجيب الداتا. وهنا هي كويرة عاديه خالص، مجرد ان انا بعمل جروبنج بالكرنسي، وبعد كده بسلكت بقى الكرنسي، واخر وقت حصل اضافه للكرنسي دي، واخر ريت حصل في اخر وقت. فدي كويري بسيطه. والمفروض ان انا وانس ان انا فتحت الصفحه اللي هي ويزاوت كاشنج، هترلست لي الداتا دي بالشكل ده، وهطبع تحت عدد الملي سكندز اللي جت بيها الداتا. طبعا هنا زي ما احنا شايفين هو تقريبا متوسط 50 ملي سكند علشان يقدر يجيب الداتا دي من السيكول لايت ستور. تعالى بقى نشوف تطبيق الكاشنج عامل ازاي. اول حاجه اللوكال كاش، عامل هنا كلاس. الكلاس دي هي اللي كاتب فيها اللوجيك بتاع الميموري كاش، والكلاس دي علشان اقدر انجكتها في اي بيج بعد كده، فعامل لها الترانزنت هنا في الديبندنسي انجكشن. وكذلك الريدس كاش، يعني الريدس كاش انا عامل لها كلاس، والكلاس دي برضو عامل لها انجكشن، يعني اقدر ان انا انجكتها وهي سجلتها من نوع ترانزنت. طيب اللوكال كاش بقى الدنيا هنا عامله ازاي. الداتا، يعني انا هنا عامل ستاتيك ديكشنري. الستاتيك ديكشنري ده المفروض ان انا بضيف فيه اي داتا انا عايز ان انا استرها في الميموري. يعني هنا الفكره ببساطه ان انا اعمل الكلاس دي ان انا اقدر استخدمها في اي بيج بعد كده، مش شرط البيج بس اللي بترجع لي الكرنسي ريتس. يعني مثلا عندي بيج بترجع لي البروفايل بتاع المستخدم، بيج بترجع لي اعلى كرنسي ريت في الشهور اللي فاتت، كل دي تايبس مختلف. فعلشان كده انا عملتها جينيريك كود، ان انا اي حاجه هاجي اخزنها هديها كي، سترنج كي. مثلا انا دلوقتي هخزن الريتس، فاديها كي اسمه ريتس، والكي ده ما يقابله الاوبجكت او الفاليو اللي تقابله. المفروض ان هي هتبقى لسته من الاكستشينج ريتس، اخر اسعار العملات حاليا. طيب لو مثلا في اليوزر بروفايل هيبقى مثلا عندي كي اسمه بروفايل، والاوبجكت هنا بقى او الفاليو بتاعته هتبقى الاوبجكت بتاع البروفايل بتاع اليوزر. هنا عندي ميثود اسمها جيت. الميثود بتاعت الجيت دي بتعمل حاجتين. هي بتاخد الكي اللي انا المفروض هريتريف الداتا منه في حاله ان الداتا دي موجوده في الكاش، وبتاخد ديليجيت. الديليجيت ده المفروض بيرجع تايب تي. التي دي المفروض ان هي الريزلت اللي هتبقى راجعه من الجيت ميثود. لا هنا انا معرفها جينيريك على اساس ان الميثود دي اقدر استخدمها مع اي داتا تايب انا محتاجها. يعني في الحاله بتاعتنا انا المفروض هرجع لها لسته من الكرنسي اكستشينج ريتس. في حاله البروفايل هبقى مرجع لها البروفايل اوبجكت، في حاله ثانيه ممكن ارجع سترينج فاليو عاديه. فهنا عشان كده انا عرفتها جينيريك، عملت تايب اسمه تي، وقلت والله انت هتاخد الكي وهتاخد الميثود ده اللي هتجيب لي الداتا من الداتابيس دي. المفروض الميثود دي انا هستخدمها في حاله ان انا ما لقيتش الداتا في الكاش. طيب الديكشنري اللي فوق ده لو تاخد بالك انا عامله من نوع اسمه كونكرنت ديكشنري. الكونكرنت ديكشنري ما هو الا ديكشنري عادي، بس هو الفكره فيه ان هو ثريد سيف. يعني هو لو انت اكسسته من كذا ثريد هو هيراعي ان ما يحصلش بقى ريسك كونديشن بين الثريدز دي وبعضها، ما يحصلش اي يعني الداتا بتاعتك ما تبص، ما فيش حق واحد يضرب اكسبشن لسبب ما. ف ميزه الكونكرنت ديكشنري ان هو ثريد سيف، ويفضل ان انت تستخدم حاجه ثريد سيف في لو انت بالذات لما بتيجي تستخدم حاجه شيرد بين الكلاسز كلها او بين الابلكيشن كله زي الستاتيك ديكشنري، ما دام هو التايب بتاعه ستاتيك فيفضل ان انت تبقى ايه تستخدم حاجه ثريد سيف. الكود بقى بتاعنا هنا انا عامل تي ريزلت. المفروض دي الريزلت اللي هتبقى راجعه من الجيت ميثود، وهنا بقول له والله حاول ان انت تجيب لي الكي ده من الديكشنري. والله لو لقيته هيرجع بالاوبجكت بتاع الفاليو اللي في الديكشنري. خد بالك الديكشنري هو السترنج كي بتاعه، والفاليو بتاعته من نوع اوبجكت علشان اقدر اخزن فيه اي داتا تايب انا محتاجها بعد كده.
فما بقول له تراي جيت، فخد الكي، بعد كده بيحاول لو لقى الفاليو هيجيبها، ما لقاش يبقى هيرجع لي تراي جيت دي هترجع لي بفولس، ان هو ما لقاش الفاليو دي موجوده جوه الديكشنري. ففي حاله ان هو لقاها، مجرد ان انا هقول له والله الريزلت بتاعتك هتساوي الكاشد اوبجكت اللي هو رجع لي من الاوت هنا اهو، وهعمل له بس كاستنج للتي عشان اعرف اريترنه بسهوله. طيب في حاله بقى ان هو ما لقاهوش، في الحاله دي انا هقول له والله الريزلت املاها لي بقى منين؟ هاتها لي من الداتابيز، اعمل اويت للديليجيت ده للفانكشن دي وانده لها، فهيجيب الريزلت من الداتابيز ويخزنها هنا في الريزلت، وبعد ما يجيبها خزنها في الريزلت قلت له والله حاول ان انت تضيف لي او ضيف لي الريزلت دي جوه الكي اللي انا بعته، يعني جوه الكي ده، وحطها جوه الكونكرنت ديكشنري، وبعد كده ارجع لي بالريزلت. فهنا بقى تاخد بالك الجيت ميثود هنا عملت ايه؟ عملت حاجتين. اول حاجه بصت شافته هو موجود في الكاش ولا لا، لو موجود في الكاش بتريترنه، لو ما لقيتوش في الكاش فبتروح تجيبه من الداتابيز وبعدين تحطه في الكاش. في ميثود تانية هنا اسمها انفاليديت، المفروض الميثود دي ان انا ببعت لها الكي وهو اوتوماتيك بتروح جايه عامله ريموفنج للريكورد بتاع الكي ده من الديكشنري، ودي المفروض ان انا هستخدمها مع الاضافه مثلا او اي تعديل في الداتا اللي متخزنه في الكاش زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديو السابق. تعال بقى نشوف الريدس كاش الدنيا عامله ازاي. اولا الريدس عشان استخدمها في باكج شهيره جدا اسمها ستاك اكستشينج دوت ريدس. طيب برضو الانستليشن بتاع الريدس خد بالك هو يعني نوعا ما تريكي كده، يعني تعالى نكلير. اولا ريدس في مشكله ان هو مش بينستول على الويندوز، يعني انا مثلا لو كتبت ريدس انستول هنا وجبت شفت الانستليشن بتاع ريدس واخترت هنا انستول ريدس اون ويندوز، هتلاقي ان انت ما فيش حاجه، يعني ما فيش ام اس اي فايل وتسطبه على طول دايركت، لا. انما انت هنا عشان تسطبه معتمد ان انت تنزل حاجه اسمها دبليو اس ال او الويندوز سب سيستم فور لينكس، تنزله على الويندوز، وده لما هتنزله هيفتح لك ان انت ممكن تنزل لينكس ديستريبيوشن على الويندوز وتشتغل عليها من جوه الماشين بتاعتك على طول. انا هنا مثلا منزل اوبونتو، وبعد كده بعد ما تنزل الدبليو اس ال وتفتح دبليو اس ال وتنزل مثلا اي ديستريبيوشن فليكن اوبونتو، هتاخد بقى الكود ده وتعمل له امبلمنتيشن، وبعدين تستارت السيرفيس بتاعت الريدس سيرفر، هيبقى معاك كده ريدس داتابيز، وكل ده يعني ممكن تعمله تفولو الدوكيومنتيشن دي بسهوله. فانا هنا انا هنا فاتح الويندوز سب سيستم فور لينكس بتاعي. لو جيت هنا عندي بينزل بعد ما تسطب الريدس هتلاقي في حاجه اسمها ريدس سي ال اي، ده سي ال اي علشان تقدر تتعامل مع الريدس. وانس ان انت كتبته كده هو بيخش على اللوكال هوست بتاعك على البورت ده، وده البورت الديفولت اللي هو 63 79، ده الديفولت بتاع الريدس. وممكن عشان نجرب نتاكد ان هي شغاله هنقول له بينج هنا، وبعد كده هيرجع لك ببونج، يبقى كده الدنيا تمام كده الريدس شغاله ومفيش مشكله. يبقى احنا هنعمل حاجتين، هننزل ريدس اول حاجه، وبعد كده هننزل باكج اللي اسمها ستاك اكستشينج دوت ريدس، كده هقدر ان انا اتعامل مع الريدس داتابيز. هنيجي بقى في الريدس كاش نشوف بقى الدنيا هنا عامله ازاي. الريدس علشان اكونكت عليها الكونكشن بتاعها اسمها كونكشن مالتيبلكسر. يعني زي ما انت شايف هنا، انا بس الكود ده برضو فيه حته تريكي كده، هي حته بسيطه، يعني انا باختصار يعني انسى الجزء ده خالص، انسى كده. انا هنا كل اللي انا هعمله ان انا هفتح كونكشن واقول له يا كونكشن، يعني كده اكني عملت كده، اقول له فار كونكشن مثلا بتساوي كذا، قلت له كونكشن مالتيبلكسر، وبعدين قلت له والله انت هتكونكت على اللوكال هوست على البورت ده اللي هي متسطبه معايا، وبعدين هاخد الكونكشن دي هقول له والله هات لي من الكونكشن، هات لي داتابيز، يعني هات لي الديفولت داتابيز بتاعك، وبعدين حطها لي في الاوبجكت ده اللي اسمه اي داتابيز. دي حاجه برده جايه من الستاك اكستشينج دوت ريدس، ده المفروض الانترفيس بقى اللي انا بتعامل فيها مع الداتابيز جوه الريدس، ان انا اقدر اسيت فيها الداتا واجيب منها الداتا. فانا الاوبجكت ده بالنسبه لي هو كده الكاش اللي انا هبتدي ارمي عليه، او الداتابيز اللي انا هبتدي ارمي عليها الكاشنج. جميل. فطبعا الكود ده بالنسبه لنا هو حاجه بسيطه وما فيهوش اي مشكله. طيب نرجع بقى للجزء الثاني اللي انا عملت له كومنت كده، ونرجع اندو. الجزء ده هو بيعمل نفس الخطوه اللي انا شلتها دلوقتي، هو بس بيرجع لي كونكشن، بس بيرجعها برده مع مراعاه المالتي ثريدنج، يعني لو في كذا ثريد بيأكسس الكونكشن دي علشان يفتحها، فهو في كيورد كده او كلاس اسمها ليزي، ميزتها ان هي بتاخر يعني هتاخر الكرييشن. انا هنا لو تاخد بالك هي الكونكشن هي عباره عن ستاتيك بروبرتي، اللي هي البروبرتي دي اللي اسمها كونكشن. جميل. دي ستاتيك بروبرتي، فالستاتيك بروبرتي دي انا ممكن اكسسها من اي كلاس ثانيه. جميل. فهي ستاتيك بروبرتي ممكن اكسسها من اي مكان. فكره بقى الليزي ان هي بتاخر الانيشاليزيشن بتاعها لما اطلبها، والحاجه الثانيه اللي هي بتعملها والحاجه الاهم اللي هي بتعملها ان هي ثريد سيف، فلو كذا ثريد حاول ياكسسها هي هيتعمل لها انيشاليزيشن مره واحده وكل الثريدز الثانيه هتقدر تقراها. فهو دي فايده الجزء ده اللي معمول بالليزي. يعني لو حابب تقرا عنه اكتر ممكن الدوكيومنتيشن بتاعه في مايكروسوفت كويسه جدا. يعني بعد ما عملت بقى الكاش اوبجكت هنا، عندي برضو نفس الاثنين ميثود اللي هناك، واحده اسمها جيت واحده اسمها انفاليديت. الجيت بتعمل نفس الكلام، يعني بتاخد هنا الكي وبتاخد هنا الديليجيت اللي هتجيب بيه الداتا من الداتابيز في حاله ان انا ما لقيتش الكي موجود. وهنا بقى بتشيك اول حاجه، بقول له والله يا كاش هل الكي موجود؟ لو لقى الكي
يبقى في الحاله دي هيروح يجيب الداتا من الداتابيز وبعد كده يحطها في الاوبجكت ده. بس هنا عشان انا بشتغل مع الريدس داتابيز، فانا الريدس مش هقدر ان انا احط فيها ان ميموري اوبجكت، يعني الاوبجكت اللي انا بشيله في الميموري على بعضه، لا انا لازم اعمل له نوعا ما من السيرياليزيشن، يا اما بقى سيرياليزه البايت اري، يا اما سيرياليزه السترنج. وانا هنا اخترت ان انا اعمل له سيرياليزيشن بسترنج، وهنشوف دلوقتي يعني وانا بسيته هنا. فالفكره ان الفاليو بتاعت الاوبجكت دي موجوده جوه الريدس في حاله جيسون فورمات. فانا هنا وانا بريتريفها والله قلت له هات لي الفاليو، يعني في حاله ان الفاليو موجوده جوه الريدس، فجبت الفاليو في حالتها اللي هي كسترينج، وبعد كده عملت لها دي سيرياليزيشن. وبرده هنا الميثود بتاعت الجيت عاملها ايه، ان هي جينيريك هترجع لي تايب معين، وهنشوف برده استخدامها دلوقتي. في حاله ان هو ما لقاش بقى الداتا، هيجي هنا على الريزلت هيجيبها من الداتابيز برضو، وبعد ما يجيبها من الداتابيز المفروض ان انا هحطها في الكاش ستور بتاعي او في الريدس. فاقول له سترينج سيت اسync، قلت له والله هتست بالكي ده، وبعد كده دي الداتا اهي هتعمل لها سيرياليزيشن، يعني هتاخد الاوبجكت بقى اللي هو شايل الليسته بتاعه الكرنسي اكسشينج ريت واعمل لها سيرياليزيشن وحطها في الداتابيز. وخد بالك بقى من النقطه دي كمان، ان انا هنا مديله ايه، تايم تو ليف، يعني انا مديله وقت او الاكسبايري ديت بتاعه. قلت له والله خلي الداتا دي تفضل عندك في الميموري لمده 10 دقائق، لمده 10 دقائق. المفروض بعد ال 10 دقائق دي هتلاقي الداتا دي طارت من الميموري، وبالتالي لما تيجي تجيبها تاني مش هيجيبها لك من الكاش، هيروح يجيبها يجدد نفسه يجيبها من الداتابيز. واحنا اتكلمنا على الموضوع بتاع الاكسبايري ديت ده في الفيديو اللي فات. وعندك برضو هنا الميثود بتاعت الانفاليديت، هي كل اللي بتعمله ان هي بتمسح الكي ده من جوه الستور. لو خدت بالك الامبلمنتيشن الاثنين شبيهين جدا، هي انا بس ان انا بشتغل على ديكشنري، هنا بشتغل على الاي داتابيز الفاريبل اللي انا عامله هنا، وبالتالي الاثنين الامبلمنتيشن يعتبروا شبيهين جدا. انا حتى ممكن اكستراكت انترفيس واحده واما اطبقها كده او اطبقها كده. طيب تعال نشوف بقى الاستخدام عامل ازاي. يعني لو بصينا هنا على اللوكال كاش، اللوكال كاش برضو نفس الكلام اللي كنت عامله في الويزاوت كاش. هنا عامل ستوب واتش، وبعد كده علشان احسب بس التوتال تايم اللي خدته بالملي سكندز. وهنا قلت له والله وانا بانجكت له البروجكت كونتكست، قلت له انجكت الكلاس اللي اسمها لوكال ميموري كاش، وبعد كده خدتها هنا في الفاريبل ده وقلت له والله جيت لي الحاجه اللي موجوده في الديكشنري اللي اسمها ريتس او الكي بتاعها ريتس. وفي حاله ان انت ما لقيتهاش نفذ الديليجيت ده الديليجيت اللي احنا كنا باعتينه بالشكل ده لو نفتكر مع بعض، اللي مسمينه جيت فروم داتابيز. قلت له في حاله ان انت ما لقيتهاش نفذ الديليجيت ده، وكتبت له هنا شكل الديليجيت، قلت له والله هات لي من البروجكت كونتكست نفس الكويري اللي انا عاملها في الويزاوت كاشنج هنا. تمام. نشوف الامبلمنتيشن في الريدس، هتلاقيه تقريبا هو نفس الامبلمنتيشن مع اختلاف الكلاس بس. هنا الكلاس قلت لها والله يا ريدس كاش انت هنجكتها هنا، وبعدين جيت هنا هو برضو نفس الكلام، قلت له الكرنسي ريتس هتساوي الريدس كاش وهات لي الكي اللي اسمه ريتس. وفي حاله ان انت ما لقيتهوش هتروح تجيب الداتا بنفس الكويري دي وحاسب برضو التايم. طيب كل ده تمام. تيجي بقى في حته ايه، فاضل لنا حاجه واحده نشوف ازاي طبقنا الانفاليديشن. انا هنا عامل صفحه واحده بس بتاعت الكرييت ان انا اضيف بيها ريتس. بعد السيفنج بقى والشغل بتاع الانتي فريم ورك العادي ده، بعد ما عملت سيف تشينجز، بعد ما انا سيفت الداتا وانا بكريت بقى سعر عمله جديد، المفروض ان انا اعمل انفاليديت للداتا علشان اي كويري تيجي تكويري الداتا دي بعد كده الكاشنج سيستم سواء الان ميموري بقى اللي هو في الميموري بتاعت الابلكيشن او الريدس يلاقي الداتا حصل انفاليديشن فالكي ده مش موجود، فيروح يجيب الداتا من جديد، فبالتالي يشوف داتا حديث. هنا بس انا في الكرييت استخدمت الريدس، يعني بطير الداتا اللي في الريدس. يعني طبعا ايه ممكن برضو استخدم ان انا اطير الداتا اللي في اللوكال كاش، بس انا هنا قلت استخدم الريدس بس هي هتوضح المثال يعني. وعشان نشوف برضو في حاله ان انا ما عملتش انفاليديشن للداتا نشوف ان الداتا هتفضل في اللوكال كاش زي ما هي ونتفرج عليها. فهنا بعد ما عملت سيف تشينجز المفروض ان انا بانفاليديت الداتا دي بطير الكي بتاعها. وخد بالك زي ما اتكلمنا برضو المره اللي فاتت الحته دي تريكي شويه، يعني انت ممكن ايه لسبب ما كان الكونكشن مع الريدس في اللحظه دي مش موجود، وبالتالي الداتا ما حصلهاش انفاليديشن، وبالتالي لما هيجي اي حد يكويري هيكويري على الكاش القديم. فانت لازم تستخدم باترن مثلا زي الاوت بوكس باترن اللي اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو في التايمر فانكشن كده او في زي باك جراوند فانكشن عماله بتقوم كل شويه، هل الريدس موجوده، هل الريدس موجوده، هل في حاجه انا عايز امسحها، فلقيت حاجه عايزه تمسحها فتروح تمسحها من هناك. وده ممكن ترجع له برده في الفيديو بتاع الاوت بوكس باترن. تعالى بقى نرن كده ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. المفروض ان انا دلوقتي الابلكيشن بتاعي بيكمبايل تاني وبيرن. هنا فتح في الويزاوت كاشنج، خد اول مره 931 ملي سكند. طبعا اول مره بقى الانتي فريم ورك بيكمبايل الكويري، والكويري برده بتجيبها من اول مره في الداتابيز، يعني لسه بقى بتسكان وبتبني اكسكيوشن بلان والشغل ده. انما يعني لو رنيت تاني مره كده هتلاقي ايه الوقت بيقل كتير، يعني متوسط 50 ملي سكند.
في حاله وزاوت كاشنج. هنا بقى في اللوكال كاش تعالى بقى هتلاقي نفس الداتا دي بتطلع لك في اللوكال كاش، بس بص اول مره 77 سكند لان هو راح جابها من الداتا بيز فعليا، تاني مره ما كملش 1 ملي سكند، يعني ما كملش. هو طبعا اكيد في حاجات قليله بالنانو سكند وكده، بس يعني ما جابش 1 ملي سكند، يعني 0 ملي سكند. فده طبعا رقم كبير، يعني رقم كبير، تحسن في البرفورمانس رهيب من 50 ل0. ده مجرد يعني سطرين كود اللي احنا استخدمناهم. تمام. طيب تعالى بقى نشوف بالريدس. هو لغايه دلوقتي تعالى نبص كده على الريدس داتابيس برضو. انا ممكن اجيب اقول له هنا هات لي كي معين، واحنا الكي هنا مسمينه ريتس، فهنا مديك نل ان هو كي مش موجود. تعالى بقى اول ايه ما نفتح الريدس كده، اول مره خد 85 ملي سكند لان هو برده بيروح اول مره انا مش مكايش حاجه في الريدس، فبالتالي بيروح يجيبها من الداتابيز وبعدين يخزنها في الريدس. تعالى بقى ندوس تاني كده ونشوف هياخد قد ايه. واو 1 ملي سكند متوسط، 1 ملي سكند، 2 ملي سكند، يعني شايف انا عمال ادوس اهو 1 2، وبرده تحسن في البرفورمانس رهيب جدا. طبعا الريدس هو انت اساسا في الكاشنج لو انت مش شغال مونوليث، او لو انت عايز تحتفظ بالداتا في الكاشنج لمده اطول، او شغال ديستريبيوتد سيستم، فانت في الغالب انت هتستخدم ريدس. فواضح ان البرفورمانس بتاعها افضل من استخدامك للداتا بيز نفسها بشكل كبير جدا، يعني احنا بنتكلم في نسبه من 1 ل 50. فطبعا تحسن في البرفورمانس رهيب. تعالى بقى بص كده معايا، تعالى شوف مثلا الاس اي ده اللي هو مثلا العمله اللي اسمها اس اي. هنا انا عامل لها الريت بتاعها 7 تقريبا 7 جنيه. لو تفتكر معايا انا في الاد انا عملت انفاليديشن للريدس بس، فتعالى كده نضيف اي حاجه عشان نشوف الانفاليديشن هو شغال برضو ولا لا. فهنضيف كده في الوقت ده وهنقول له العمله اللي اسمها اس اي، وهنديله الريت مثلا 6 وهنقول كرييت. دخل على الوزاوت كاشنج، جاب في حوالي 50 ملي سكند. لو تاخد بالك الاس اي بقت ب6. هنا نخش على الريدس بقت ب6 برضو، بس خد بالك اول ما يعني جاب هنا 50 ملي سكند. 50 ملي سكند دي معناها ايه؟ معناها ان هو راح يجيب من الداتابيز، معنى كده ان هو عمل انفاليديشن فعلا. تمام. وجاب الداتا، عمل ريفريش للداتا، بس لو دوست تاني خلاص بقى هو شغال معاك بالسرعه الكبيره اللي احنا شايفينها. اللوكال كاش بقى عشان ما عملتلوش انفاليديشن هو شغال على الداتا القديمه، فطبعا دي ممكن تبقى مشكله لو انت ما حرصتش على موضوع الانفاليديشن ده مع الداتا وهي بتتعدل. بس حتى لو ما عملتش كده، لو انت عامل تايم تو ليف او عامل اكسبيريشن ديت، انت ممكن الدنيا بعد فتره معينه الوقت يظبط. تعال نشوف شكل الداتا في الريدس عامل ازاي. يعني لو جينا قلنا له هات لي الريدس ده تاني بقى دلوقتي، هتلاقي شكل الداتا بالشكل ده. هي عباره اري اوف جيسون داتا زي ما احنا ايه اتكلمنا ان احنا عملنا لها سيرياليزيشن بالشكل ده جوه الريدس. كده احنا شفنا ازاي ان احنا نimplement الكاش اسايد باتر. بس في حاجه اخيره عايز اقولها لك، ان انت اساسا مايكروسوفت هي موفره لنا حاجه اسمها اي ميموري كاش انترفيس. الاي ميموري كاش دي من ضمن يعني انترفيسز من المتوفره جوه الاي اس بي دوت نت كور. يعني انت لو شغال اي اس بي دوت نت هتلاقي الاي ميموري كاش دي ممكن تستخدمها بكل سهوله. والان ميموري كاش هي تقريبا بتستخدم نفس الاسلوب اللي احنا شغالين فيه، يعني عندها تراي جيت فاليو برضو زي ما احنا اتكلمنا من شويه. بس هي فيها ميزه لطيفه برضو، ان انت ممكن تديها اوبشنز، ان انت ممكن تقول له تايم تو ليف قد كده، يعني ان هي تكسباير بعد وقت معين زي ما شفناها في الريدس بالظبط. وبرضو في حاجه تانية اسمها ديستريبيوتد كاش. يعني انا لو ان ميموري كاش دي بتستخدم الميموري بتاعت الابلكيشن، وفيها نفس العيوب بتاعت الكاشنج موجود جوه الميموري بتاعت الابلكيشن. فلو في اكتر من انستنس فهتبقى الداتا دي متخزنه في اكتر من انستنس، وده حاجه مش كويس. طيب في برضو الديستريبيوتد كاش دي ممكن تستخدمها، وليها كذا امبلمنتيشن. ليها امبلمنتيشن في السيكوال سيرفر، ليها امبلمنتيشن في الريدس، وليها كذا، وليها امبلمنتيشن تاني هتستخدم انترفيس اسمها اي ديستريبيوتد كاش. وتستخدم بقى الباكج، في باكج اللي هي بتاعت الريدس دي مايكروسوفت دوت اكستنشن دوت كاشنج دوت ستاك اكستشينج ريدس. فباستخدام الانترفيس دي الامبلمنتيشن جاهز وانت ريدي ان انت تستخدمه على طول. بس هنا الاي ديستريبيوتد كاش ما فيهاش حاجه تتشيك الكي موجود ولا لا، فانت حاجه زي دي ممكن تعملها مانيوال بايدك.